السلام عليكم أصدقائي. إذا أرسنال يفوز في آخر مباراة له في ملعبه الإمارات. أرسنال لم يفز منذ أسابيع، لم يفز أرسنال شهر أو أكثر. كانت كل نتائج أرسنال بين الخسارة أو التعادل، إلى أن جاءت المباراة اليوم، وهي مباراته الأخيرة في ملعبه أمام نيوكاسل العنيد، وهي مباراة مصيرية ومهمة جدا للفريقين، إما أرسنال أما نيوكاسل. وفاز أرسنال على نيوكاسل بهدف مقابل لا شيء. المباراة كانت قوية جدا في بدايتها حتى نهايتها، وكانت مباراة كأنها مباراة دوري، تلعب على دوري وليس تلعب على الوصافة أو على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهذا كله من أجل بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. وأيضا كانت مباراة الوصافة بين الفريقين، لأن الفريقين بيناتهم قبل هذه المباراة كانت بينهما نقطة واحدة فقط، الفارق بينهما نقطة واحدة. نيوكاسل دخل في شوطه الأول بحماسة كبيرة وقوي هجومي خطير، أضاع أكثر من فرصة وكلنا شاهدنا المباراة. أضاع كلها أكثر من فرصة وكلنا شاهدنا المباراة. حقيقة الشوط الأول كان نيوكاسل بالتمام والكمال من ناحية الخطورة والفرص، أما من ناحية الاستحواذ فأكيد من ناحية فهي كانت من جهة أرسنال. وأيضا كان تألق الحارس رايا ممتاز ورائع جدا، مع أن رايا كانت له بعد المشاكل، بعد الأخطاء التي كادت أن تسبب في أهداف، إلا أنه استطاع أن يصلح خطأه وأن يتصدى لأكثر من هدف. هذا الحارس أنقذ أرسنال في العديد من المباريات وكلنا نعترف بذلك هذا الموسم، لكن لسوء الحظ الفريق في بعض الفترات غيابات بالجملة، كلنا نعرف ذلك، إما إصابات إما بخروج بطاقات حمراء في إصابات، أما بالإصابات فكانت في متعدد المراكز. هذا أيضا وهذا تجد هذا يصاب وهذا يرجع، ثم هذا يصاب ثم هذا يصاب ثم هذا يرجع، مما جعل توازن فريق أرسنال أو التشكيلة الأساسية مختلة ومذبذبة كثيرا. ومع هذا كل وتجد بعض اللاعبين عند رجوعهم أيضا لم يرجعوا بالمستوى المعهود الذي كنا نعرفه سابقا والموسم القادم. أما أرسنال في الشوط الأول اكتفى فقط بالمرتدات والاستحواذ فقط، والضغط على نيوكاسل في مناطق حيث كان نيوكاسل دفاعيا منظم في الشوط الأول دفاعيا. أما في الشوط الثاني، فالشوط الثاني دخل أرسنال بقوة وبرتم عالي جدا وهجوم مكثف من الجهتين اليسرى واليمنى، مع صعود رايس كثيرا، واستطاع أرسنال بذلك تسجيل أول أهدافه وآخره في هذه المباراة. هدف جميل من لعبة جميلة وجماعية بين ساكا وأوديغارد، وانهاها اللاعب رايس بتسديدة قوية وجميلة، وكلنا نعرف تسديدة رايس الجيدة والمبدعة. بهذا الهدف استطاع أرسنال أن ينهي المباراة وأن يفوز في ملعبه في آخر مباراة له في ملعب الإمارات، وهذه آخر مباراة له الموسم في ملعب الإمارات. أما لفريق أرسنال فتبقي له مباراة خارج ملعبه، وهي مباراة أمام ساوثهامبتون، وهي سوف تكون في الجولة الأخيرة، الجولة 38. شيء مفرح عودته، وفي أمور إيجابية لهذه المباراة أيضا، وهي الروح الفريق وعودة الفريق للتنافس وعلى المنافسة رغم انهاء كل شيء. في هذه المباراة هي تحضيرية للموسم القادم. وأيضا لا ننسى أن الفريق لديه إصابات كثيرة وبطاقات حمراء، كلنا نعرف أن إصابات الفريق كانت بالجملة وكانت كلها لاعبين أساسيين، مما اختل توازن كثير، اختل في التوازن في التشكيلة الأساسية ككلها. اليوم شاهدنا عودة هافرز من الإصابة، وأكيد الموسم القادم سوف يكون أرسنال في السوق كبير جدا، وسوف يكون سوق انتقالات أرسنال كبير في تعزيز صفوف الفريق من الناحية الهجومية ومن ناحية الخط الوسط أيضا. وأيضا لا ننسى عودة المصابين وهم اللاعبين الأساسيين
وفي ذلك سوف تكون جودة الفريق جيدة وتحسين جودة الفرقة كلها. وكذلك لا ننسى أن هدف أرسنال كالعادة وكل موسم هو اللعب على الألقاب فقط. وأكيد الهدف على هدف أرسنال ومدرب الفريق أرتيتا وكل الطاقم هو الهدف الأول والأخير سوف يكون هو هدف اللعب على الدوري الإنجليزي أولا، ثم الثاني اللعب على الجهات الباقية. مبروك وفي نهاية الملخص مبروك لجماهير أرسنال هذا الفوز، مبروك لجماهير أرسنال الوصافة والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهارد لك لفريق نيوكاسل الذي قدم مباراة جميلة هو أيضا، وربما يستطيع التأهل. وإلى حد الآن نقول أن نيوكاسل يستطيع التأهل والتأهل للعام المقبل إلى دوري أبطال أوروبا. فريق جيد وفريق منظم، مدربه جيد، لديه لاعبين رائعين وتشكيلة أساسية قوية وجدا بدنيا. حقيقة لا يمتاز هذا الفريق بالقوة البدنية والروعة والهجوم المرتد وخطورته في الهجوم، خاصة لديه خط وسط مبدع وبدني قوي. مبروك لجماهير أرسنال وهارد لك لجماهير نيوكاسل.